السلام عليكم يا البنات، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راني جيتكم بواحد الفيديو. يعني هذا الفيديو أنا كنت مصوراتهم من قبل، أنا عندي فيديوهات مصورتهم درتهم ومريجيستريتهم عندي في والوقت دوكا تفكرت باللي قلت والله غير درتو هذا الفيديو، عندي واحد 3 أسابيع مني درتو، لكن هذا الفيديو ما تراطيوش يا البنات. شوفي فيديو يعني في واحد الريسبت، واحد الحلوى تقليديه جزائريه، نقدر نقولوا حلوه باسكو عليه فيها السكر. الوغ هذه والله غير اقتصاديه وبسيطه، لكن تحمر الوجه، وجهي بنينه 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 فوق ما تتصوروا. ودرتها معكم شاك فوا، لكن اليوم راني جيت نديرها لكم معكم طريقة. ادخلوا معايا للكوزينه وتشوفوا الطريقه تاعي كيفاش نخدم انا هذه الكيفيه. يلا بينا. هنا كما راكم تشوفوا عندي هذا السميد نتاع الطمينه، عندي 300 غرام نتاع سميد، يعني نعبر بهذوك الكيلات. عندي 2 كيلات سميد متوسط يعني تاع الطمينه، وعندي كيله يخصها اندوا صباع واحد يعني نتاع فارينه. فوالا هنا عندي كيله نتاع زبده وزيت، نص زبده ونص زيت، الخضره زبده زدت لها شويه زيت، يعني نقدروا نقولوا بال 300 مليلتر نتاع زبده، سمنو زبده خاطش باش تجي مبسه مليح. هنا عندي 5 غرامات نتاع باك بولفر نتاع الخميره تاع الحلوه، وعندي 2 مغارف نتاع الحشا نتاع السكر كريستاليزي ديريها لها باش تجي فيها هذه التحميره. هذه واش هي راح نديرها لكم، راح ندير لكم مثقبه، اللي يقولها مبسس، اللي يقولها العشاك، كيفاش يقولها. هذه يعني كشغل حلوه جزائريه تقليديه لكن بسيطه وسهله. وقعدوا معايا حتى للاخر وتشوفوني كيفاش راح نديرها وكيفاش راح نخرجها وكيفاش راح كاع الطريقه تاعهم كيفاش راح ندير لها. اقعدوا معايا يعني وتخرج روعه روعه، وتخرج تذوب في الفم. نديروا هذه الزبده كما راكم تشوفوا، حاجه نورمال يعني. ودرت الملح، نسيتكم الملح ثاني درتو، لازم ديري لها الملح، ما كاش كيفاه. هنا بعد ما درنا لها الماء وخليناها ريحت شويه، صبتها شربت ذاك الماء، راح نزيد لها واحد شويه تاع الماء، واحد 50 مليلتر تاع الماء، ماشي حاجه بزاف، هذاك الدال النص تاعو، نزيد لها شويه تاع الماء ومن بعد نولي نخبز فيها كيما شوفوني كيف نشكلها. راني ندير في الماء بشويه هنايا، نزيدو شويه تاع الماء، شوفوا ما درتش بزاف، ما تخافيش منها كي تراني نعرق فيها، يعني غير بصبافتيه. ندخل كاع فيها هكذا، وهنا نجيب هذاك الورق تاع الزبده نحطو ونخبزها عليه ونحلها بالحلال، ندير وحده من الفوق وحده من تحت كما كتشوفوا، ونحلها على السم
3 سنتيمتر، ما تجيش رقيقة، لازم تجي شوية خشينة باش تجي يعني ما تجيش رقيقة. راني بالمساعدة. آه. راني شوفي شكلتها وراح نخرجها بهذا الطابع كاري، تخرج الشكل تاعها تعرفي يهبل، نبدلو ما نديرولهاش المقرا تاع المثقبة تاع زمان نخرجوها كاري كبيرة وكذا وكذا، نبدلو الشكل تاعها تجي بريزونطابل يعني، هي مثقبة وكي تحطيها ما شاء الله تشرف. ودوكا هذه مثقبة راح نطيبها في الكوشة، هي نورمالمون طيب في المقلة، لكن أنا ما نحبش المثقبة اللي مغلية، راح نديرها في الفوغ وكي نجبدها نعاود نعسلها ونشوفوها كيف. دوك نكمل نخرجها كاع كي تطابع ونشوفوها كيفاش من بعد. هنا بعد ما كمل ديك العجينة راني شعلت الفوغ، راني شعلتو الفرن على درجة 250 درجة يسخن باش نحط فيه هذيك المثقبة، وراني نحضر في الشربات. الشربات لازم تكون ثقيلة كيما تاع الطمينة باش تدخل فيها تجي مليحة، باش تجي معسلة لداخل. هنا كيما راكم تشوفوا راهي طابت لنا هذه المثقبة تاعنا وراني نعسل فيها بعد ما وجدت ديك الحسيلة. ما حبيتش نطول عليكم الفيديو باسكو يجي الفيديو طويل. الوغ ودوكا نعسلها، وهذاك الحسل زلتو شويه حسل حر، ودوكا نشوفوها في الصحن التقديم كيفاش خرجت لنا هذه المثقبة البسيطة اللي بالمقادير بسيطة. كيفاش خرجت جربوها وما تخافوش. شوفي كيفاش جات، يا ما شاء الله جات روعة روعة روعة. جات حميمرة كي ديريها في الكوشة طيب في الفوق لازم تعسيها ما تخليش تنحرق، ولا لازم تطيب النول تاعها عسلي تكون تكون عسلي وتجبديها كي تشربيها بالحسيلة تولي هكذايا ما تخليش تنحرق وتجي تذوب في الفم وتجي الشكل تاعها يعني روعة. تقولي مقروط ولك حاجة وهي مثقبة، وفي الحسيلة درت لها شوية تاع مزهر جا فيها الكود تاع المزهر. شاهدكم في الجنة. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وجربوا هذه الحلوة التقليدية الجزائرية يعني، وما تخافوش تجي تهبل. راني من ناحية لاحت درتها لكم بالبيض، درتها لكم على 100 طريقة، بالحليب درتها، وهذا الخطر درتها لكم يعني مثقبة طبيعية كما نديروها. غيرت لها غير الشكل نتاعها، خرجتها في الاخر طيبتها في الفوق، وانت عندك الحق طيبيها في المقلة. ونقولكم شاهدكم في الجنة والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. وانا مازال شوية مريضة على ذيك يعني راني ندير غير في الفيديوهات اللي راني مصورتهم قبل.